وفي مواكبة لهذه الجولة نستقبل في الاستوديو الأستاذ صابر الغراوي الصحفي بجريدة الراية القطرية. أهلا بك صابر، جمعة مباركة عليك. أهلا بك، جمعة مباركة عليك وعلى كل السادة المشاهدين. الله. أستاذ صابر، مخاوف نقول مشروعة من التحكيم أنها يعني هناك نقول مبالغة في الطرح؟ لا، هو المخاوف مشروعة طبعا. احنا في وقت حرج جدا لا يحتمل اي خطأ. الأندية كلها بتخشى من خطأ ايا كان الخطأ في وقته او في مشكلته. الخطأ قد يطيح بآمال فريق في موسم كامل، ولكن هذه الفرق بشكل عام اي فريق يخشى من التحكيم عليه ان يخشى ايضا من اخطاء مدافعيه، عليه يخشى ايضا من اخطاء حراسه، عليه ان يخشى ايضا من اخطاء المهاجمين في عدم احراز الاهداف. المنظومه بشكل عام في هذا التوقيت حرجة جدا والتركيز بيكون كبير جدا. في بعض التصريحات مسبقة الدفع من الأندية عشان خاطر يبقى في مبررات مسبقة إذا حصلت الأخطاء أو في مشكلة. إنما بشكل عام يعني إحنا ممكن نقول لازم يحضرون مشجعينهم الحقيقة. بيبقى في دايما احنا متعودين في التوقيتات دي تحديدا بتبقى في مبررات مسبقة الدفع من التحكيم، وده ما يمنعش إن التحكيم عليه أن يحذر كثيرا في هذا التوقيت تحديدا. التحكيم مقدم موسم في رأيي الشخصي مقدم موسم رائع، عليه أن يختتم هذه الروعة في الجولتين الأخيرتين بشكل مقبول، حتى لا يهيل التراب على ما حدث أو الأمور الجيدة التي حدثت على مدار الموسم. احنا بشكل عام يا جاسم شفنا موسم أقل صحيح فيه أخطاء كتيرة جدا، ولكن هذه الأخطاء لم ترتقي للحد الذي حدث في الأعوام السابقة. احنا شفنا يعني عانينا مرارا وتكرارا من الحكام الأجانب، كانوا بيجوا يعملوا حاجات غريبة في الملعب ويمشوا. والله بوساكا وغيره كانوا بيجوا يعملوا حاجات كوميدية وأخطاء فادحة. احنا كنا بنشوف حكم كان بيطلع جنب الملعب بيعمل حاجات غريبة ويرجع. كنا بنشوف حكم بيحسب 3 ركلات جزاء جميعها لا يمت إلى ركلات الجزاء بصلة في مباراة واحدة. دي كانت في أخطاء فادحة. لم نشاهد مثل هذه الأخطاء الفادحة في هذا الموسم تحديدا. في اخطاء يعني دعنا نعترف في اخطاء بالفعل، ولكنها لم ترتقي للحد الاحمر او للحد الذي يستدعينا ان نعتبرها ظاهره او ظاهره الاخطاء. بشكل عام عليهم ان يحذروا، على الانديه ان تحذر. يعني نتمنى ان تمر الجولتين المقبلتين بشكل طيب، حتى تكون تجربة الاعتماد على الحكام القطريين أكملت ثمارها، ونكون بالفعل قضينا موسم جيد جدا تحت مظلة القيادة التحكيمية القطرية. انطلاقا من كلامك يعني اللي قلته، يعني تقرير الراية الآن على التحكيم بالتحديد ما يشكل ضغط على الحكام قبل الجولة 25؟ حملهم أكثر من طاقتهم نقول. هي الراية حاسة في إحساس كبير جدا بالجهد الكبير اللي بذلوه الحكام. تخيل أنت لو في خطأ أو خطأين فادحين في الجولتين الأخيرتين، هتكون التجربة للأسف الشديد جدا هتكون التجربة بشكل عام حكم عليها بالفشل، لأن سيبقى الانطباع الأخير هو اللي بيدوم، الخطأ الأخير هو اللي سيعلق في الذاكرة. الراية بتحذر من هذا وتتمنى من الحكام التحلي بأعلى درجات التركيز حتى يكون الموسم الأخطاء واردة صابر في النهاية. نعم، كما ذكرت في البداية، يعني الأندية اللي بتخشى من الحكام عليها أن تخشى أيضا من مدافعيها ومن حراسها ومن مهاجميها. الأخطاء واردة بكل المقاييس، وإذا كان الخطأ يعني أقل فداحة وبعدين ده التوفيق كمان بيلعب دور كبير جدا. من الممكن أن يخطئ الحكم ضد الفريق ينجو من شبح الهبوط مثلا، وفي الحالة دي ما حدش هيعلق كتير على الحكم أو على خطأ الحكم. إنما الحكم لو كان غير موفق، يعني أنا كمان مستغرب ومندهش من التوقيت اللي طلع فيه كابتن ناجي جويني بتصريحه، وانا بشيد بيه وبشيد بعمله طول الموسم. ولكن هذا التوقيت يسبب كما ذكرت، اذا كانت الرايه تسبب ضغط على الحكام، فتصريحات كابتن ناجي جويني ايضا تسبب ضغط على الحكام. انا اعتقد انه باي معنى يشكل ضغط عليه؟ يعني هو كابتن ناجي جويني اختار ان يبتعد عن الاعلام طوال الفتره الماضيه. يعني ما السبب في ظهوره في هذا التوقيت تحديدا؟ وبعدين هو طبعا الوطن اصرت عليه. نجم الدين درويش ذكر ذلك في هو ده يحسب اصر عليه، ده يحسب ما كان بيطلع، ده يحسب لنجم الدين درويش. ولكن الاعلام عموما كان بيصر على ناجي جويني انه يلتقي بيه، وكان بيرفض. اشمعنى اختار التوقيت ده عشان يوافق على هذا الالحاح وهذا الطرح ده كمان؟ وحتى كمان يعني خروجه انا يمكن عشان الوقت حساس، انا كمان شايفه قبل جولتين من النهايه. ده سبب ادعى انه يكون يواصل الاختفاء او الاحتجاب عن الاعلام. ده يكون سبب ادعى
لان الوقت حساس ولا يستدعي الظهور في هذا التوقيت، وخصوصا اذا كان الظهور غير موفق. يعني انا شفته في تصريحه بيدافع كمان عن فهد جابر في مباراه هو لم يشاهدها، هو نفسه اعترف ان هو لم يشاهدها. طب انت بتدافع على اي اساس؟ بيتكلم على خطا الكابتن خميس الكواري، وهو خطا، احنا مش صحيح خطا مش فادح وخطا مش مؤثر وخطا مش خطا يثير لهذه الضجه، ولكن ايضا زوبعه في فنجان في النهايه. يعني هو دافع وكمان هو خطا، ارتكب خطا صحيح، الخطا مش فادح ولكنه في النهايه خطا، كان يقول ان هو خطا. يعني ما الغضاضه في هذا الامر ان يعترف بالخطا اذا اراد ان يخرج. انما التوقيت بشكل عام انا شايفه توقيت الخروج غير موفق، وحتى تصريحاته لم تكن موفقه. هو يشعر بقلق لانه يعرف حجم الجهد الكبير اللي بذلوه الحكام. بس كان ايجابي معاهم ودافع عن الحكام. هو ده امر منطقي، بس انا يمكن اعطاهم ثقه اكبر يعني، ويمكن يكون حملهم ضغوط زياده في هذا التوقيت، يمكن يكون حملهم ضغوط زياده. انا اعلم جيدا ان الحديث ما بين كابتن ناجي جويني وما بين حكامه في الغرف المغلقه بيكون اكثر قسوه، وده امر طبيعي، بيكون اكثر قسوه واكثر حده عن خروجه في وسائل الاعلام، وده الطبيعي. انما انا كنت شايف طالما هو اختار ان يحتجب عن وسائل الاعلام طوال هذه الفتره، يعني كان من الاقدر به ان يواصل هذا الاختفاء حتى نهايه. انت زعلان عشان راح حق الوطن وما جاء حق الرايه؟ لا الوطن زميله ونجم الدين درويش اجتهد وجاب تصريح جيد، ده يحسب للوطن. ولكن انا الحقيقه انا يعني باخده على الكابتن ناجي جويني في هذا التوقيت تحديدا. تعتقد راح يستعين بحكام اجانب؟ خلاص هو الوقت لم يعد يحتمل. الدوري ايضا، وانا كاس قطر وايضا كاس الامير. انا اتمنى ان يكتمل الموسم حتى نقيم التجربه في النهائي بشكل كامل. احنا قدمنا موسم كحكام قطريين، قدموا موسم رائع جدا، من حقهم ان تكتمل التجربه حتى النهايه، وفي النهايه التقييم يكون انا اعتقد بنسبه هم قطعوا 75% من المشوار بنجاح كبير. يعني من حقهم ان هم يكملوا الموسم عشان حكمنا عليهم في النهايه يكون حكم منطقي وسليم. ابقى معنا صابر. راح نتكلم عن ماهر الكنزاري او الوكره والاهلي. انا بس عايز اقول ان الجوله دي الجوله قبل الاخيره يعني اسوأ واصعب واجمل ما فيها انها بتلخص موسم كامل لعدد كبير جدا من الفرق. احنا بنمر بموسم غريب جدا، موسم يثير الدهشه، موسم احنا يعني خلاص احنا في الامتار الاخيره في الجوله قبل الاخيره وما عندناش غير 6 فرق فقط هي التي ضمنت البقاء، اللي هم الرباعي المربع الذهبي هذا المؤشر على كلامك ايجابي ولا سلبي؟ لا ايجابي طبعا جدا. يعني حده المنافسه قائمه حتى الامتار الاخيره. معانا 8 فرق في دائرة الهبوط، منهم معيزر اللي ضمن الهبوط، وحتى الغرافة كمان بيحقق عنده رقم غريب جدا قد لا يتكرر في أي دوري من دوريات العالم. الغرافة حاليا مرشح لاقتحام المربع الذهبي، وفي نفس التوقيت مهدد بالهبوط رقميا. الغرافة طبعا دي حسبة صعبة جدا، ولكنه حتى الآن حسابيا مهدد بالهبوط. ده بشكل عام بيدفعنا ان احنا نبقى مترقبين لجولة حماسية جدا ومثيرة جدا. نرجع للمباراه يعني احد اهم المباريات القويه والصعبه في هذه الجوله، اللي هي مباراه الوكره والاهلي. الوكره الحقيقه منتشي بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره عقب الفوز المثير اللي حققه على قطر، وده هيديله دفعه كبيره. كمان الاداره انتهزت هذه الفرصه ويعني عقدت اكثر من اجتماع مع اللعيبه، وماهر الكنزاري اجتمع مع لعيبته اكثر من مره لتحفيزهم واستغلال الفرصه. كمان الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، بيغيب منه 4 أو 5 لاعبين اساسيين، وكمان الفريق ضمن البقاء في الدوري وصعب جدا انه يقتحم المربع الذهبي. عشان كده المباراه عنده ليست بنفس الاهميه او بنصف اهميتها عند الوكره. كل هذه المؤشرات بتقول ان الوكره هو الاقرب لتحقيق الفوز، ولكن الواقع داخل ارض الملعب بيكون مختلف تماما. احنا احيانا بنشوف الفريق اللي ما عليهوش ضغوط بيقدم مباراه كبيره جدا، عكس الفريق اللي بيعاني من ضغط كبير، واحنا شفناها كتير جدا مرارا وتكرارا حدثت في دورينا. فوارد جدا ان بس ممكن ينافس الاهلي على المربع ولا لا؟ الاهلي والعربي الاهلي الفارق ما بينه وما بين السيليه 5 نقاط. السيليه عنده مباراه تقريبا سهله جدا امام معيزر، اذا حسمها السيليه لصالحه يكون حسم المربع بنسبه 100%، الوضع انتهى. والاهلي يعلم هذه الحقيقه جيدا، لذلك فرصته ضعيفه جدا في المربع. الاهلي صحيح عنده المباراه الاخيره في الدوري مع السيليه، ولكنه يحتاج اولا لخساره السيليه امام معيزر، وهذا امر صعب جدا. المباراه داخل ارض الملعب كمان هتكون في بدلاء في الاهلي عايزين يثبتوا وجودهم، ولن يجدوا اهم من هذه الفرصه لاثبات وجودهم في هذه الفتره تحديدا حتى يبقوا مع الفريق حتى في الموسم القادم. الحقيقه المباراه هتكون صعبه على الفريقين. مين قال اللي بيلعب ما شاء الله بالبدائل؟
هو مضطر لانه عنده غيابات، هو مش بالبدايل، مش هيلعب بالصف الثاني كامل، هو عنده غيابات فمضطر يدفع ببعض البدلاء دول. كمان هيبقى عندهم حافز كبير جدا ان هم يقدموا افضل ما لديهم حتى يتساووا حتى فنيا مع اللاعبين الغائبين. ما شاء الله ماذا عنه؟ بيواصل مع الاهلي توقع؟ والله النجاحات اللي عملها ما شاء الله في هذا الموسم يعني تجعله من ابرز واقوى المدربين المرشحين للبقاء في دورينا، ولكنه بدا ايضا في التصريحات مسبقه الدفع او المبررات في انه مش هيقدر يتعاقد مع لاعبين. يعني ما شاء الله جاب لعيبه من تحت واعاد لعيبه للحياه زي مشعل عبد الله، المدرب اللي قادر على مثل هذه الامور. بس يعني تقليل عدد المحترفين سوت له مشكله. تقليل عدد المحترفين سوت مشكله لجميع الانديه، يعني ده المساواه في الظلم عدلت، طالما ان تقليل عدد المحترفين سيتساوى فيه جميع الانديه، فانا ما اقدرش يعني اقول ان المشكله فقط عند ماتشالله او عند الواقع او عند الغرافه، المشكله عند الجميع. لكن مفيده للعنابي في النهايه. نعم دي حقيقه بالفعل، واحنا نتمنى بالفعل ان الموسم المقبل يعني يظهر ايجابيات هذه التجربه سريعا حتى نستفيد منها في اقرب وقت ممكن. يعني خلينا نقول الريان والجيش ماذا عنه؟ هوية الهابط تتوقع أنها تتأجل الجولة الأخيرة؟ والله احنا نتمنى ذلك حتى تستمر الإثارة حتى اللحظات الأخيرة. والريان كمان عنده مشكلة كبيرة جدا، يعني الريان صحيح نقاطيا ليس هو الأقرب للهبوط، نقاطيا الوكرة هو الأقرب، ولكن المؤشرات بتقول أن الريان أحد أقوى الفرق المرشحة للهبوط في هذا التوقيت بسبب المؤشرات السيئة جدا في الريان. الحقيقة الريان بيعاني من غيابات كبيرة جدا وإصابات عديدة جدا، وكمان الفريق حالته المعنوية بدأت تنخفض. يعني الريان شفنا دعم الإدارة كبير جدا في الفترات اللي كان الريان بيحتل فيها المركز قبل الأخير. الحقيقة الدعم ده تراجع بشكل سريع جدا، كأن الفريق ضمن البقاء، وكمان مواجهته مع الجيش صعبة جدا في ظل الغيابات. يعني الريان مستواه الفني سيء جدا في الفترات الأخيرة، لما يضاف إليها كمان 4 أو 5 غيابات وأمام فريق بحجم فريق الجيش تكون المهمة الحقيقة صعبة جدا. صحيح عنده المباراة الأخيرة يهبط الريان يعني تقول حاليا، يعني المؤشرات بتقول إن الريان أحد أقرب الفرق للهبوط لأنه أمام مواجهة يعني صعبة جدا أمام الجيش. صحيح عنده مواجهة في الأسبوع الأخير أمام معيزر حسابيا، أو الشكل العام بيقول إن هو الأقرب لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، ولكنه يحتاج لأن بقية النتائج تخدمه، لأن في صراعات في مباراة ما بين الخور والخريطيات، في الوكرة ممكن يخسر امام الاهلي فيريح الريان تماما. لسه الامور لم تحسم، ولكن احنا بنتكلم على مباراة الريان امام الجيش. صعب جدا موقف الريان، وصعب حتى انه يحصد نقطة التعادل امام الجيش. الواقع طبعا في الملعب قد يختلف كثيرا عن كل هذه المؤشرات، ولكن احنا بنتكلم على ابجديات كرة قدم اللي احنا بنعرفها. الجيش هو الاقرب لتحقيق الفوز امام الريان. احنا نتاسف اكيد نتكلم عن نادي كبير وجماهيري انه يهبط للدرجة الثانية، وهذا يعني هذا وضعه الآن، يعني هذا احنا ما لا نتمناه أكيد. نعم للأسف هي الريان ولاعيبته وإدارته هم اللي أجبرونا على هذا الحديث، ولكن هذا هو الواقع الفعلي، ونتمنى أن يعد درس جيدا حتى في المواسم المقبلة إن شاء الله. ابقى مع نعود إلى ضيف الأستاذ صابر في وقفة أخيرة. الأخوية أكبر من إيريك جيرتس، تتفق مع كلام عبيد جمعة؟ مبدئيا الأخوية أكبر من أي مدرب، نادي كبير، نادي بيضم الأخوية أكبر من أي مدرب. لا. يعني اسمح لي، احنا نتكلم عن إيريك جيرتس، مدرب عالمي تاريخ كبير. أنت تتكلم يعني درب في فرنسا، درب في هولندا، درب في السعودية، درب في تركيا، درب في كل مكان في العالم. نعم. ما خلى مدرب ما دربه وخذ إنجازات. مدرب كبير واسم كبير، ومعه كمان نجوم كبار داخل الفريق، ومعه إدارة تستطيع التعامل مع أي مدرب في العالم. المنظومة متكاملة في الأخوية بشكل كبير جدا. أنا بس عايز أذكر بشيء، قبل 3 أو 4 أيام عندما توج الأخوية رسميا ببطولة الدوري، كانت الإشادات كبيرة جدا بجيرتس وبالأخوية وبالإدارة وبالعمل الفني اللي قام به جيرتس، لأنه في نفس التوقيت كان جيرتس ما زال، أو كان الأخوية ما زال يحتل المركز الثاني في مجموعته، وبالتالي كان هو المرشح الأبرز للتأهل في البطولة الآسيوية. كانت الإشادات كبيرة جدا. الحقيقة دلوقتي احنا بنهيل التراب على جيرتس، وعلى أنا طبعا في حاجات كتيرة جدا مختلف فيها مع الكابتن عبيد جمعة أستاذنا والتاريخ الكبير في كرة القدم أكيد. ولكن أنا شايفه يعني بداية خسارة السد بال5 وخسارة الأخوية بال3 عليها أن تزعجنا وتصيبنا بالحزن، ولكنها لا تصيبنا بالإحباط، لأن الأمر ما زال قائما والفرصة قائمة بقوة للفريقين للتأهل بشكل عام. أنا بس نقلتك لزاوية البطولة الآسيوية لأن هي كانت الإطار الأساسي للحوار بتاع الكابتن. يعني الريان خلاص ما عندي أمل؟
هو الريان، مين فينا كان يتوقع ان الريان يتأهل او ينافس او حتى يحقق فوز واحد؟ مين فينا قبل البطولة كان يتوقع هذا؟ بس البداية كانت جيدة الامل بالنسبة للريان. البداية كانت جيدة، بس ده لا تنسينا الوضع الحقيقي للريان وتوقعاتنا قبل انطلاقة البطولة. يبقى الثلاث فرق التي كنا نعلق عليها الآمال. الجيش قاب قوسين او ادنى من التأهل. السد لا يفصله عن المتصدر سوى نقطة وحيدة. حتى الهلال اللي فاز عليه بالخمسة متساوي مع السد في النقاط. الاخويه لا تفصله عن المتصدر سوى مباراه واحده اللي هيواجهوا فيها الجوله اللي جايه. يعني الاخويه لو فاز على العين المباراه المقبله هيتساوى الفريقين في الرصيد، وده امر طبيعي جدا. انا لسه مش شايف، احنا يعني الانديه كلها بتتعامل ما بين الامل والاحباط. لابد ان يتساوى الجزئيتين، لا يرتفع الامل بشكل كبير جدا زي ما حصل في الجولتين اللي فاتوا. والطموح كان سقف الطموح عالي جدا رغم ان لسه المنافسات كانت قائمه، والاحباط دلوقتي اصابنا بقوه رغم ان برضه لسه المنافسات فرصه المنافسات قائمه. انا بس هذكرك للجوله الاولى تحديدا كان الجيش هو اسوا نتيجه تحققت ما بين الانديه القطريه، لان هو لم يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه ووقع في فخ التعادل السلبي. الجيش حاليا تقريبا ضمن التاهل. المنافسات عموما كمان احنا بنمر بفتره غريبه جدا في منافسات البطوله الاسيويه. في ال8 مجموعات حتى في شرق اسيا، في ال8 مجموعات لم يتمكن اي فريق من ال 32 فريق لم يضمن البقاء، لم يضمن التأهل حتى الآن، ولا يوجد أي فريق في ال 32 فريق ضمن الخروج حتى الآن. حتى الريان ما زالت عنده فرصة حسابيا. أنا بتكلم على أن الفرصة قائمة وبقوة. علينا أن ندعم، أن ننتشل السد من حالة الإحباط اللي ممكن يمر بها بعد الخماسية. السد كمان يعني أنا كان أفضل لي ان السد يخسر 5 والمباراه الثانيه اللي هي جامعه الاهلي الامارات تنتهي بالتعادل حتى يبقى للسد فرصه حسابيا. السد لو كان خسر 1 والمباراه الثانيه انتهت بفوز احد الفريقين كانت صعبت المهمه اكثر على السد. صابر، نرجع للاخويه. انت قلت لنا الاخويه اكبر من اي مدرب. من المدرب العالمي اللي لازم يقوده انت تقول؟ لا اذا تكلمنا على جيرتس يعني من اي مستوى نتكلم؟ انا اصبت جزئيه. انا كنادي وفرت جميع الامكانات والمقومات لاي مدرب يجي، مهما كان اسم المدرب هيجي يلاقي كل المقومات حاضره. مقومات جهاز اداري محترف، لاعبين على افضل صوره ممكنه. يعني هذه المجموعه من اللاعبين قادره بسهوله جدا على التتويج بلقب دوري ابطال اسيا إذا قادها مدرب يستطيع التعامل أو يستطيع توظيف هذه القدرات جيدا. إذن الأخوية في هذا التوقيت أي مدرب يدرب الأخوية مش هيكون أكبر من الأخوية، لأن أنا طالما وفرت لك كل الإمكانيات يبقى أنا عملت الدور اللي عليا كامل. وفعلا إدارة الأخوية عملت المطلوب منها بشكل كامل. إذا كان جيرتس لم يستطيع أن يدير دفة الأمور بالشكل المطلوب، أو إذا كان لم يحالفه التوفيق بسبب إصابة سيباستيان سوريا أو بسبب مباراة أو أخرى، ده كمان برضو مش جاب الدوري من كام يوم. ما هو الدوري هو جيرتس. احنا ما بنقولش ان جيرتس مدرب سيء، مدرب اجتهد، بس كمان لازم نضع في الاعتبار انه استفاد من اخطاء الاخرين. جيرتس لم يكن يتوقع احد ان يتعرض الجيش ل6 خسائر متتاليه. نعم، لعبه اخطاء. اقل الاخطاء هو جيرتس، او اقل الاخطاء في الانديه هو نادي الاخويه، ولذلك توج بلقب بطوله الدوري. نتمنى ايضا ان يكون هو الاقل اخطاء في مجموعته حتى يتمكن من التاهل الى الدور التالي في دوري ابطال اسيا. يعني جيرتس تجربته مع الاخويه في هذا الموسم تحديدا لم تنتهي حتى الان بنهايه بطوله الدوري. احنا حكمنا النهائي هيكون بعد بطوله دوري ابطال اسيا حتى نقيم التجربه بشكل كامل. انما هو في الدوري نجح وادى مهمته بنجاح. سامي الطرابلسي باختصار هو الاميز بين المدربين هذا العام؟ هو سامي الطرابلسي كمان استفاد مما حدث في السليه. السليه وفروا له امكانات كبيره جدا، ولكنه جاوبني قلت لك باختصار هو الافضل، هو الاميز. هو انا في رايي الشخصي ان سامي الطرابلسي وميلان ماتشالله هم الافضل بشكل عام في بطوله الدوري هذا الموسم. استاذ صابر الغراوي صاحب جريده الراي القطريه، شكرا جزيلا على التواجد. شكرا.